السلام عليكم. حنا في مدينة الحسيمة وغادي نستعرضوا اليوم واحد المهزلة أقل ما يمكن أن تسمى عليها، هو أنه مهزلة ديال المسؤولين هنا في هذه المدينة هذه. تبعوا معايا في هذا الإطار. هذا مركز سوسيو رياضي مدينة الحسيمة، تسمى مركز سوسيو رياضي ميرادور في الطريق ديال ميرادور. هذا المركز هذا تم التأسيس ديالو أو الانتهاء من الأشغال ديالو في 2014 من بعد، وقام وزارة التربية الشباب والرياضة بالتسليم ديالو الى المجلس البلدي في اطار الشراكات ديال يعيش. هذا المركز هذا طلب 4 المليار باش البناء ديالو. شنو فيه هذا 4 المليار؟ 40 مليون ديال الدرهم. فيها ملعب معشوشب، فيها 2 قاعات ديال الرياضه، واحده النساء وحده الرجال، فيها مقهى مجهز كامل، مسبح مغطى بمواصفات عاليه، روض ديال الاطفال، حضانه عصريه، قاعه كبرى للاجتماعات مجهزه بشكل عصري، ثم مكاتب ومساحات خضراء. هذا المركز هذا مني تاسس، مني تحدث، ولا تم اجراء فيه اي شيء، وبهذه الميزانيه هذه ما تجرت فيه حتى حاجه، وهو ظل عرضه الاهمال، باستثناء انه ما بين 2015 و 2021 تفتح المسبح مره واحده في الصيف وبطريقه غير معروفه وبطريقه غير سلسه، يعني بحال اللي فيها واحد الانتقائيه. ملعب كره القدم تفتح مره واحده في واحد السنه، في سنه واحده تحل، وبدون معرفه الطريقه ديال الولوج ديالو او المداخل ديالو او شيء من هذا القبيل هذا. والان العشب تدهورت الحاله ديالو، المرافق كلها تتعيش واحد الحاله كارثيه. وهنا باش نسجل نقول بانه المجلس البلدي ما بين 2015 و 2021 صادق على احداث مكتب اداري يعني من مشكل من موظفي الجماعه، لكن هذا الامر هذا تفشل بحكم التضحنات السياسيه بين الاحزاب المشكله للمجلس البلدي، اللي خلى رئيس المجلس البلدي انه يتوجه للجمعيات باش انها هي تقوم بعمليه التسيير ديالو. ما غاديش نقولوا بانه الجمعيات تفشل في التسيير ديالو، هذاك امر ما معروفش، لانه في غالب المطاف الجمعيات ما عندهاش امكانيات كبرى باش تسير والمؤهلات كبرى الا نادرا، ولكن المعارضين اعتبروا بانه مخالفه المقررات ديال المجلس البلدي اللي كان قرر باش انه يدار واحد المجلس اداري مشكل من الموظفين ديال المجلس البلدي. تم اقتراح انه يتعطى الخواص، لكن الامر فشل. ثم المجلس البلدي في الولايه الانتدابيه ديال 2021 2027 صادق مجددا على انه يتمنح التسيير الموظفين المجلس ديال الجماعه التسيير ديالو او في اطار شركه التنميه المحليه، لكن حتى شي حاجه ما دارش. الان ماذا نعيش على واقع تجهيزات تم اتلافها، لانه ما يقال بانه اللي كان انا ذاك في هذيك في هذا المركز هذا كان عده تجهيزات لكن اتلفت منذ 2014. هذا المقر هذا تم اقتراح على المجلس الجماعي انهم طرف اتساق من طرف معتقلين سابقين بناء على واحد الرساله من المجلس الوطني لحقوق الانسان، لكن المساله هذه تعرضت انتقادات لانه سبق انه فريق المدينه طلب نفس الامر وما تمش الرغبه ديالو، ما تمش التلبيه ديال المطلب ديالو. هذا هو المحيط ديال المركز السوسيو اقتصادي. هنا هذا السوق، وهنا هذه كل هذه المساله، هذا هو المكان فين جا. هنا غادي نقول واش مساله ديال هذا المركز هذا السوسيو رياضي، بالله عليكم اي مسؤوليه لهاد المسؤوليه ديال المدينه اللي غادي يخليو انه يضيع بهذا الشكل هكذا؟ واش ما كاينش شي واحد عاقل وسط مجلس البلدي اللي في ولايتين انه يتحرك باش يوقف هذه المهزله هذه؟ واش ما كاينش ذره مسؤوليه في ممثلي الاحزاب اللي شكلت المجلس الجماعي؟ يعني تتصعدوا بالاصوات ديال المدينه وفي نفس الوقت تقهروا الساكنه ديال المدينه بحسابات السياسيه الفارغه، وحتى لو ما كانش حسابات سياسيه. هذا دليل على الضعف وغياب القدره على تدبير الشأن العام. مفروض في مدينه انها تتحظى بواحد الاعجاب ديال الجميع وتتحظى بواحد العنايه ملكيه وحكوميه كبيره منذ زلزال 2004. اكثر من ذلك، هل يعقل انه هذا يضيع في الوقت اللي لبعض المدن وبعض القرى تتقلب على الربع ديال هذا المكان هذا بهذا الشكل هكذا وبهذه الامكانيات اللي دارت، ولكن لا احد يعني يستجيب لمطلب المدينه اللي هي ناس فيها الساكنه باغا تمارس الرياضه، ناس باغا مكان للترفيه، وهذا مكان متكامل ب 40 مليون ديال الدرهم كلها تخسرات هكذاك هباء منثورا ولا تستغل. اللي غادي نقول لهاد المسؤولين هادو بقاو في التبييض ديال هذا المكان هذا اللي هو تيبان مورايا، بقاو في التبييض ديال هذا المكان هذا من يكون سيدنا دايز من هنا
ملي يكون جاي في زياره للحسيمه كما العاده غادي تنوضوا غادي تجيروا هذيك البلاصه في الوقت اللي داخل مشوه، كما لو انكم تجملون عجوزا فاتها اجل الزواج وتجملونها بالمساحيق. الحديد كله مصدي، كل شيء تصدى، ما كاين لا شي واحد يسير هنا لا والو، وتم اتلاف كل شيء. اذا خليكم هكذا، والنهار ملي غادي يوصل هذا الخبار ديال هذا المقر هذا والتضييع والاهمال اللي درتو، وربما غتكون شي حمله تطهيريه ملكيه كما وقع وقيله هذه 10 سنين هذه ملي تم تطهير هذه المدينه من عده اشخاص اللي اساءوا اليها. عيب ثم عيب انه مدينه تصوت على مجلس بلدي اللي غادي يسير الشؤون ديالها وضيعها في منشاه منذ 10 سنوات انتهت، علما انه البناء ربما تكون فيه واحد 4 سنوات ربما. اذا نحن امام منشاه ضاعت في 10 سنوات بدون حسيب ولا رقيب. المجلس البلدي اللي خصو هو يعاقب ويراقب، هو اصلا مسؤول على هذه العمليه هذه. طوبى لكم بهادشي تديروا. وللاسف هذه المدينه والساكنه ديالها انهم يعيشوا على الايقاع هذا. كانت مشاكل كبيره في البحار كنت غادي نتطرق لها في الشواطئ، والعمليات ديال الاستغلال الممنهج والمفلس لبعض المحتالين كيفاش يحتالوا هذيك المناطق، وكيفاش انهم تيسيطروا عليهم ما تيخليوش الناس انهم يشوفوا البحر. يعني جيتي يا اما خصك تاخذ ولا ما غاديش تشوف حتى جزء من البحر. شوفوا كالابونيطا، شوفوا كل البحار هنا، وشوفوا كي كان. الاشاره الطيبه اللي شفت اليوم بانه البعض يقول بانه هذا الامر ده ما بقاش، ما غاديش يكون هذا العام هذا على مستوى البحار والشواطئ هنا بالحسيمه. اتمنى ذلك. إن كان العكس سنعود إلى هذا الأمر، لأنه الأمر مخجل لنا جميعا. في الوقت اللي الحسيمة أصبحت تلفت الانتباه ديال الناس ديال المغاربة السياح من بعد الطريق السريع اللي كاينه، واللي تخلي أنه لاكسي ليها سريع. فمقابل هذا الشيء نصيبوا بأنه الناس ديال المدينة والمسؤولين ديال المدينة ربما لهم رأي آخر. إن كانت تسير فقط للجلوس على المقعد في الوقت بأصوات هذه الساكنة هذه، وفي الأخير هذه الساكنة هذه ما تلقاش المقابل، فأعتقد بئس ما تعتقدون وبئس ما تخططون وبئس ما تفعلون. السلام عليكم.